السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا في قناة فن الخياطة مع حاجة جديدة هنعملها مع بعضنا بسيطة، حتى لو متكررة في فيديوهات على قنوات تانية. فشوفوا معانا كده إن شاء الله هتلاقوا حاجة مميزة وحاجة مختلفة. احنا بنعمل بأقل تكلفة في القماش، بنعمل بأقل وقت، يعني أقل تعب وأقل مجهود على شغل المكنة. بناخد مقاسات إن شاء الله تكون مظبوطة معانا، بحيث إن احنا نطلع حاجة ممكن لو فيها عيب نقدر نصلح العيب. لو احنا واخدين مقاساتنا بالظبط بالباترون زي ما كل الخياطين او كل المصممين بيعملوا، الله يعين الجميع والله يرزق الجميع يا رب. لما بتكون المقاسات بالسنتي بالظبط، اعرفي وتأكدي ان لو في مشكلة ما بتعرفيش تصلحيها. انما احنا لو واخدين معانا كام سنتي زيادة في الوسع، دي بيكون لها علاج. لو العميل صاحب الحاجة طلب مننا ان احنا عايز الحاجه مريحه للصلاه فتكون واسعه، يكون معانا امكانيه ان احنا معانا شغل واسع. لو فيها وسع من جوه نضيق مش مشكله، انما لو هي ضيقه ملهاش حل. فخلينا دايما نعمل مقاس اكبر شويه. انا بحب ان انا دايما بفضل ان انا دايما اعمل القماش بطول القماش مش بالعرض. يعني في ناس كتير بتقص القماش بالعرض بتاعه، انا بفضل دايما ان انا امشي مع البرسل، اخلي البرسل مع طولي نفسه، مع طول العميل او طول صاحبه الحاجه، طول الزبونه نفسها. ابتدي من الكتف من فوق لحد الصابع الكبير تحت، ده الطول بتاعي. بحب اخده بالمزوره، اخده على القماش سيان، علشان ان انا اعمل مقاسات مظبوطه ان شاء الله، واعمل بزياده. ما اعملش المقاس بالسنتي. مقاس بالسنتي ده بيتعمل في الحراير اوكي ماشي، انما في الفسكوز لا، قد انا بزياده شويه. لازم يكون انا شغلي مختلف عن الجاهز، انه يبقى له لمسات خاصه بيه كده. يعني يبقى هو تفصيل اهوت، بس يديكي حاجه احلى من الجاهزه ان شاء الله كمان. احنا معانا النهارده اللهم صل على الحبيب النبي قماشه، معانا 3 متر قماش. هنعمل منها اسدال للصلاه، لصلاه التراويح او لصلاه العيد. كل سنه وانتم طيبين. القماش بتاعي بطبق ال3 متر على بعضهم. ابتدي ان انا اطبق ال3 متر. 3 متر معايا 3 متر طول في متر ونص عرض. ابتدي ان انا اطبق قماشي على بعضه بالشكل ده. طبقت ال3 متر على بعض طبقتين بالشكل ده. هاخد علامة عند عرض 1 متر، لأن الإسدال بتاعي هعمله بعرض 1 متر. هاخد علامة بالمقص بالشكل ده. لو قماشي حرير ببتدي إن أنا أقصه بالشكل ده، عشان يطلع معاكي مستوي أحسن من المقص بتاعك كمان. بس خدي بالك إن هو يمشي معاكي تمام إن شاء الله. أنا كده باخد بطول القماش مش بالعرض بتاعه. طلع كده معايا القماش، فصلته جزء منه عبارة عن 50 سنتي، وجزء منه عبارة عن متر. عرض 1 متر هنا وعرض 50 سنتي هنا. العرض المتر ده هيكون معايا عرض الإسدال من فوق ومن تحت. عرض ال50 سنتي بفصله لوحده، ده اللي بعمل منه الكم بتاع الإسدال. الإسدال بتاعنا هنعمل كم بتاعه فراشة، يكون مختلف عن الإسدالات التانية شوية. الفراشة بيختلف في الكتف، وبيختلف في تركيبه. الفراشة هيركب معانا منين يا بنات؟ هيركب معانا من سقوط 50 سنتي من الكتف من فوق. يعني مش هيركب معانا من تحت الباط، او هيركب معانا من الوسط كده. الوسط بيبقى على نزول 40. لو صاحبة الإسدال طويلة بننزل لحد 50. صاحبة الإسدال قصيرة يبقى نعمل لحد 40 فقط. معانا اللهم صل على سيدنا محمد. زي ما قلت لكم اخدنا عرض متر، نبتدي نطبق اللي احنا القماش بتاعنا بالبرسل اهوت في ايدي اهو. نبتدي اطبق القماش بتاعي 4 طبقات على بعضهم. كده بقى انا طبقت ال4 تطبيقات. هنعمل فيهم ايه بقى؟ اللهم صل على الحبيب النبي. كل اللي هنعمله هي شطفة الكتف معانا من هنا كده. شطفة الكتف بقى، احنا الكتف معانا مش هنعمل حردة جور. الكتف هيتركب فيه الكم من هناك كده. يبقى كل اللي احنا هنعمله هناخد مقاس. ليه؟ لان احنا هنعمل هنا الصدر بتاع الاسدال بتاعنا. هنبتدي ان احنا نعمل فيه تطبيقه بالشكل ده. دي هتعمل معانا كسره بسقوط، تنزل معانا الكسره ديت في الظهر وفي الامام. في الامام بتنزل معانا عن تحت من الجور شويه، يعني الجور مثلا تحت عفوا من القبو شويه. القبو مثلا على نزول 22 سم من الكتف من فوق، دي هنزل لها 25. 25 من هنا من فوق من الامام، و25 من الخلف. هاخد علامه من الكبشره بتاعتي
يبقى كل اللي انا هعمله في الاسدال بتاعي من الامام على نسقوط 25 سنتي، ابتدي ان انا اخد علامة بالمارك بتاعتي او بالكباشير زي ما انا بستعمل. هنا كده عند العلامة 25. 25 دي في الامام، و25 برضو في الخلف في الظهر برضو، انا مطبقة الطبقتين على بعضهم. خدت هنا عند ال 25، ببتدي ان انا اشبكها بالابر بالشكل ده. هي القماشه معايا مخططه، فايه المخططه دي بتديكي ايه؟ ان انت بتمشي مع الخط. هنا كده هبتدي ان انا اعلم بالكباشيره بتاعتي، وهمشي بيها ايه بالمكنه هنا كده خط عليها، ومنه امام ومن خلف، بحيث ان انا اعمل زي الكولا كده، زي الكولا في الظهر وزي الكولا في الايه في الامام، زي اللي هي العبايه اللي هي الخليجي. تمام. كسره هنا في الامام وكسره في الخلف، بس مش اكتر من كده. ابتدي بعد كده بقى ايه دوران الرقبه معايا. طبعا الامام غير الخلف، الامام بنزل 8 سم، لا هنا بنزل 10 سم علشان الطرح. والدوران برضو بتاعي اللي هو بيبقى 8 في 8 امام، وورا بيبقى 8 في 3، لا انا بخليه في 10. امام وخلف بنخليهم في 10 مش في 8. 8 سقوط و8 10 سقوط و10 في التدويره نفسها. نرجع بقى تاني كمان. معلش انا باخد العلامات بتاعتي كلها وابتدي اقص بعد كده. الميل بتاع الكتف اللي هو بنزل بيه 3 سم لحد في الكتف من هنا كده، لا انا هنزل بالكتف من هنا كده. الميل بتاعي هبتدي ان انا اعمله بحيث ان هو هيوصل معايا لحد، اللهم صل على سيدنا محمد، كده. كده وصل معايا لحد كام سنتي؟ لحد 8 سنتي اخر حاجه. كده وصل الميل معايا بتاع الكتف لحد 8 سنتي، يبقى انا هبتدي هنا كده بما فيش خالص من عند الكتف، من عند تقويره الرقبه لحد 8 سنتي. هبتدي ان انا اعمل ال 8 سنتي كده دول افرغهم مع وانا بفرغ تقويره الرقبه من هنا كده. وابتدي بقى لحد هنا كده الكسره بتاعتي اللي انا هعملها في الاسدال من الامام وفي الخلف. بعمل الكسره دي قدام وبعمل الكسره دي ورا. باخد بعد كده بقى كمان علامه ايه بالمره وانا في ايدي برضو المازوره كده والكباشيره بتاعتي. باخد علامه اللي هي تركيب الكم. تركيب الكم زي ما قلت لكم، لو واحده طويله من عند ال50 من تحت، ولو واحده يعني هي تلتين كده مثلا، بتبقى عند علامه ال40 سنتي. وابتدي ان انا اخد العلامه بتاعه تركيب الكم بتاعي. يبقى عندي علامه ال40 هنا كده، اخد علامه بالكباشيره او اخد علامه بالمقص بتاعي، وابتدي ان انا ايه اخد العلامه بتاعتي هركب فيها الكم من هنا كده. يبقى انا ما بشيلش من الجنب ده اي شطفات ولا بشيل منه اي حاجه، مجرد ان انا بركب الكم على طول في البرسل كمان. بشيل بس البرسل وبركب فيه الكم بتاعي على طول. هيبقى معايا ما شاء الله واسع جامد كده، هيلبس معايا فوق ال 100 كيلو. لو انا بقى مقاس بتاعي اقل شويه، حابه ان انا اخد شطفه فيه بقى كده شويه، برضو ايه سهله. ناخد شطفه من هنا كده، نبتدي ان احنا ايه ناخد علامه بالشكل ده من هنا كده، ونطلع بيها ايه برضو ايه لحد مثلا 3 سنتي 5 سنتي من هنا كده. وابتدي ان انا ايه لو حابه ان انا اضيق شويه. بعد كده هيفضل معايا ايه بقى الكم بتاع الاسدال. احب ان انا اقص ده الاول واقص بقى مع الكم بتاعي. لو انا عامله مسافه السقوط بتاع الكم على 40 سنتي، بعمل الكم بتاعي عباره دوران الكم عباره عن 80 سنتي. يعني بقيس 80 سنتي بالمزوره، وابتدي ان انا اقص ايه عرض الكم بتاعي. ده العرض مش الطول يا بنات، عرض الكم بعمله 80 سنتي. طالما ان صاحبة الاسدال نفسها ما هياش طويلة، يبقى انا بعمل الكم على عرض 80 سنتي. 80 سنتي هنا كده، اللهم صل على سيدنا محمد، كده 80. ابتدي ان انا اخد العلامة بتاعتي، ده عرض الكم مش الطول كده. هنا كده عرض 80 سنتي. عرض 80 في كام بقى؟ في 50 اللي هما فاضلين معايا. ببتدي ان انا اعمل كده 80 بتاعتي، وابتدي ان انا ايه اعمل الكم بالشكل ده. وبشوف بقى انا عايزه اركب معصم او لا عايزه اعمل استك. لو انا عايزه اركب معصم سهله، اركب اسوره برضو سهله، اركب استك برضو اللي احنا ايه حسب رغبه صاحبه الحاجه. هنا كده اخد العلامات بتاعتي التباشيره بتاعتي كده لحد ما اوصل للايه كده. تمام. كده انا ايه اخدت العلامه بتاعتي بتاعت الكم بتاعتي. ده
الكم بتاعي 50 في 80، 50 في 80، وابتدي ان انا ايه افرغ بقى الزيادة دي كده، افرغ الزيادة ديت معايا. وبعد كده ايه طبعا الكمين بيكون قصينهم على بعضهم 80 و80 في عرض ال50، اللي هو ال50 بقى معانا هيبقى طول الكم، العرض بتاعه هيبقى ال80. وبعد كده اركب اسوره هنا كده في الجزء اللي هو ايه اللي عند المعصم، او اركب استك حسب زي ما قلت لكم. لو هركب استك كده الكم هيحتاج ان انا ازود له حته من تحت كده تركب فيها الاستك. يعني بدل ما اعمل الاسوره هركب ايه جزء كده 10 سنتي واتنين تانية واركب فيه الاستك بتاعنا، او 8 سنتي. لو صاحبة الاسدال ما هيش طويلة يبقى ال50 سنتي هيكفوا ان شاء الله. وربنا يقدرنا ونعمله سوا مع بعضنا، وهتشوف ايه الاسدال ده هيطلع ان شاء الله اسدال في منتهى الجمال وفي منتهى الشياك. وهنعمله برضو طرحة معانا. احنا عملنا الباقي من الكم كده، وهيفيد معانا برضو. احنا معانا 3 متر لسه في عرض ال50، هناخد منهم 160 للكمام، وهيفيد معانا ال140 او 150 سنتي هيكونوا دول ايه اللي هنعمل منهم الطرحة بتاعتنا ان شاء الله. نشوفوا مع بعضنا كده في الشغل وفي المكنة.